لو بتعاني من ألم في أعلى ظهرك أو أكتافك أو رقبتك، فالتمارين دي عشانك. شدي رقبتك ناحية اليمين بإيدك الشمال وغمضي عينك واثبتي 30 ثانية. ركزي مع أنفاسك وجربي معايا تتنفسي بالشكل ده، وفي الاخر هعرفك سر النفس ده ايه. والغريب ان التمرين ده من اكتر التمارين الموصى به طبيا للتخلص من الم الاكتاف والرقبه، لانه اول حاجه بيعمل اطاله للعضلات الاساسيه اللي بتسبب الم الرقبه والاكتاف. ده غير ان الحركه دي بتقلل الشد حوالين الاعصاب، فبتخفف جدا الالم والتنميل والشد اللي واصل من الكتف للدراعين. وتخيلوا مش بس كده، الاطاله دي بتحسن تدفق الدم الرقبة، وبالتالي بيقل الألم الناتج عن اللاكتيك أسيد، فبيحصل تشافي للعضلة بشكل أسرع. أهم حاجة وانتي بتعمليه، راسك مش بترجع لورا ولا بتطلع لقدام، راسك فوق كتفك بالظبط. وعشان نقضي على الألم تماما اعمل الحركة دي كمان. زقي راسك بإيدك لورا، وانتي بتزقي راسك لورا راسك بتقاوم الزقة وبتحاول تثبت في مكانها، يعني راسك ما بترجعش لورا قوي، بنحاول نخليها ثابتة في مكانها أو رجع ورا حاجة بسيطة. بعد ما تثبتي 30 ثانية دلوقتي هنعمل العكس، هنزق راسنا من فوق الرقبة على طول لقدام، وده حرفيا تمرين سحري لتقليل ألم الرقبة والأكتاف، لأنه مش بس بيقلل الضغط الناتج على فقرات الرقبة، ده كمان بيقلل الشد الحاصل في الأكتاف، ده غير إنه بيحسن وضعية الرقبة، فبيقل الضغط الناتج على الغضروف العنقي، وأهم ميزة إنه بيقلل التيبس والتصلب العضلي سواء في الرقبة أو في الأكتاف. والسر الخفي إنه هيخلصك من الصداع المستمر، لأن اللي أغلبنا ما يعرفوهوش ان اسباب الصداع بيكون اغلبها من مشاكل حاصله في الرقبه. كل حركه من دول تقدري تعمليها 30 ثانيه. وبما انك كملتي معايا الفيديو فخدي الهديه دي. فاكره التنفس بعمق اللي قلتلك عليه في اول الفيديو؟ دي مش حاجه ثانويه، دي حاجه اساسيه مثبته علميا، لان التنفس العميق بيأثر مباشره على العضلات والمخ والاعصاب. والمفاجاه ان بدون التنفس ده تأثير التمرين بيكون اقل بكتير جدا، لأنه بينشط العصب الحائر، فبيقلل إشارات الألم الواصلة للمخ. يلا قومي اعملي التمرين دلوقتي وابدأي بخطوة.